انا مش عارف مين اللي هيلعب، جنش او احمد الشناوي، لكن عبد الواحد السيد مقري على حراسه المرمى في نادي الزمالك. اول ما يتعور ولا يبعد شويه وحد تاني يلعب بيحصل مشكله، الدوري يقف. كان عبد الواحد السيد معانا امبارح في المداخله لما كان معانا نور السيد. ازيك يا ابراهيم؟ يا كابتن كريم، ازيك يا نجم؟ ايه عبد الواحد السيد مقري على حراسه المرمى ولا ايه؟ مقري علينا كلنا يا كابتن. في ايه يا نجم؟ ده كل ما حد يلعب جنش ولا احمد الشناوي ولا حاجه الدوري يقف، الدوري يتلغي. ربنا يسترها بقى علينا بصراحه، الايام اللي جايه دي ما حدش عارف حاجه خالص. مبروك الماتشين اللي فاتوا مع المنتخب يا ابراهيم. الله يبارك فيك يا كابتن، ربنا يخليك. بتفكر ازاي يا ابراهيم؟ يعني كل فتره بسالك ايه بتفكر ازاي؟ لا النهارده بقى كده كل حاجه اتغيرت يا كابتن. انا كنت مستني لاخر لحظه، كنت موجود في نادي الزمالك وحابب ان انا اكمل، واستنيت كل حاجه، فلوس مفيش فلوس مش مشكله، موجودين لحد النهارده. انا راجل فري من شهر واحد. كنت مستني ان اي وقت في السنه، حد اخر يوم في السنه انا موجود في نادي الزمالك، لان اتمنى ده بس بصراحه الفتره اللي جايه الامور هتبقى صعبه على الكوره كلها في مصر، مش على نادي الزمالك بس. فانا بنسبه كبيره كده ان شاء الله بفكر في الحاجات اللي موجوده قدامي، الوضع استمر على كده ان شاء الله. يعني تاجيل الماتشات النهارده او احتمال الغاء الدوري ده اثر على تفكيرك، وبتقول ان انا يعني اشوف فرصه بره احسن؟ بالظبط كده، يعني هيبقى مفيش كوره اكيد، هيبقى الامور اصعب من كده يعني. ربنا يسهل يا رب والامور تمشي، عشان احنا بصراحه اللعيبه كلها اول ما سمعت الخبر اللعيبه كلها حزينه ومش عارفين بصراحه ايه اللي هيحصل معانا. انت كنت موجود في المعسكر النهارده يا ابراهيم؟ كنا موجودين كلنا في الدفاع الجوي. مشيتوا ولا لسه في الفندق؟ كله مشي دلوقتي. مشي لما جالكم خبر ان الدوري وقف او مفيش ماتشات مشيتوا على طول؟ كنا مستنيين حتى لما سمعنا الخبر، فاستنينا برضه على اساس ان يكون في حاجه هنعرف الراجل يتجمع بينا جمع اللعيبه واتكلم معاهم. دلوقتي احنا مش عارفين ايه المصير ايه، يعني حتى مش الموضوع حتى بكره احنا ما فيش تمرين، احنا قاعدين لحد ما يجي لنا تليفون نعرف ايه اللي هيحصل يعني احنا بالظبط. طيب ابراهيم، يعني انت بتقول لي انت عندك عروض قدامك يعني ممكن توقع دلوقتي العروض جاهزه للتوقيع ولا بكره لو كلمت وعايز بكره هروح امضي في اماكن موجوده والله؟ يعني فعلا نادي ليرس البلجيكي مقدم لك عرض؟ خلاص ما تردش، ادام سكت كده وفكرت يبقى على حاجه، مش هقول لك على حاجه، بس اكيد انا مش هتكلم في حاجه لما اخد ما بص يا ابراهيم، ادام انت سكت كده وقعدت تفكر. لا انا مش هقول لك على اي حاجه لما اخد القرار. لو مضيت بره مصر في اي مكان هتلاقيني بقول لك على طول. بس مش عايزك تروح دوله عربيه يا ابراهيم، عايزك يعني انا مش هكذب عليك يا كابتن، اكتر العروض اللي جايه لي من دول عربيه. من دول عربيه. انا كنت قلت خبر قبل كده ان نادي النصر الكويتي عارض عليك تمضي هناك في الكويت انا بصراحه انا كنت لاخر لحظه مستني الزمالك، حابب اكون موجود يعني عشان ما اكذبش عليك. لاخر لحظه، حتى ما فيش فلوس، حتى انا عارف الظروف، بس انا كنت اتمنى ده يعني. لكن دلوقتي هتبقى الامور اصعب حاجه، هتعدي على اللعيبه كلها يعني. مستر فيرا قال لكم حاجه النهارده لما الماتش اتلغى ولا؟ مش عارف، هو مش عارف يعمل ايه. هو الراجل هو كمان ده بيقول انا حتى خايف احدد التمرين، يعني ما هوش عارف اي حاجه. بيقول انا ما بقتش ضامن اي حاجه غير اللي انا يعني لما اشوف حاجه قدامي هي دي اللي هصدقها واضمنها. فالراجل قال لي خلاص ولا حاجه، انت هتمشوا وهتستنى تليفون، احنا لما يجي لنا الجديد او يجي لنا اي حاجه هنقول. ربنا يكرم يا ابراهيم، ان شاء الله هنشوف ايه اللي هيحصل. الصوره بس يا كابتن، ربنا يستر الفتره اللي جايه ان شاء الله. نشد حيلك يا ابراهيم، ويعني خليك ماشي على المستوى المميز، وربنا يكرمك الفتره الجايه ان شاء الله. شكرا يا كابتن. بشكر كابتن ابراهيم صلاح. اروح للكابتن حماده انور، مدير